بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا الحبيب محمد بن عبد الله ابن هاشم أشرف خلق الله وأطهر البشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المصريين الكرام، حبايبي وأصدقائي وإخواتي. رسالة مني لأهل مصر، أقسم من رفع السماء بدون عمدان، ربي أعلى وأعلم إني كل كلمة بقولها صدق، وإني صادق في قولي، وإني صادق في كل كلمة. أنا بحذر المصريين من فخ كبير أوي أوي أوي، فخ عظيم أقسم بالله. إياكم وشراء السيارات. سيبوكم من الناس اللي بتطلع على التواصل الاجتماعي ويقعدوا يقولوا لكم الدولار هيرفع شهر 7، الدولار هيرفع شهر 8، ويقعدوا يعملوا شو إعلاني على الدولار هوب لحد ما الدولار يرفع. الكلام ده غلط، مش حقيقي، بالعكس الدولار هينزل وهيصعد في الأرض، مش هيصعد في السماء، لا أبدا. الدولار هيحصل فيه انهيار شديد جدا. وسوق السيارات بالأخص، يعني مثلا السنة اللي فاتت كانت العربية، ولو يكن مثلا مش هنقول أسماء ولا هنذكر أسماء علشان إيه الشركات تمام. العربيات مثلا السيارات الربع نقل مثلا كانت ب 420,000 السنة اللي فاتت. الملاكي مثلا، الملاكي العربيات مثلا اللي هي بتاعت الناس الفئة المتوسطة أو عربية الشعب انتوا عارفينها، كانت تمام ب 380 و 400,000 برضه. النهارده أصبح العربية دي بمليون وب 900 وبمليون و100 وبمليون و200 وبمليون ونص، والعربيات الربع نقل النهارده بمليون و100 ومليون و200. طبعا ده حاجة معمولة لكم، يعني فخ معمول لكم. في خزين كبير جدا، خزين كبير في سوق السيارات، وهيحصل هوجة الشهر الجاي وبالكتير قوي الشهر اللي بعده. والسيارات الزيرو دي هتطلع من المعارض من الوكيل وهتتبذر في السوق. السوق هيتملي سيارات. طبعا دلوقتي هم عايزين يبيعوا السيارات المستعمله اللي في السوق، وطبعا ب 700 وب 600 والكلام دوت. الكلام ده مش حقيقي، ده كذب كبير. انتوا معمول لكم فخ كبير قوي قوي قوي، وطبعا الله يكون في عون المصريين. وانا بقول لكم والله العظيم على ضمانتي انا الشخصيه، واتسال عن كلامي واتحاسب عليه، اوعوا تشتروا سيارات لا الشهر ده ولا الشهر الجاي. اصبروا وسطروا، اصبروا وسطروا، ان كلامي صح. ربي اعلى واعلم بصدق كلامي. اصبروا يا مصريين، ما تخلوش يضحك عليكم. في كمان معروض كتير، صفقة كبيرة جدا ضخمة هتتبخ في سوق السيارات من بره ومن جوه مصر، يعني من بره مصر ومن جوه مصر، تمام. اوعوا تشتروا سيارات اليومين دول. اللهم بلغت اللهم فاشهد. الكلام ده انا بقوله على ضمانتي الشخصيه. اوعوا تشتروا سيارات، السيارات متصنفه، والكلام ده يا جماعه انا قلته كذا مره. السيارات متصنفه على اساس ان الدولار ب 100 جنيه مصري. الدولار النهارده ب 47، وفي نزول في الدولار من 10 الى 15 جنيه تاني، تمام. يعني المفروض السياره ام 400,000 السنه اللي فاتت ترجع لطبيعتها، تبقى ب 420,000 تاني زي السنه اللي فاتت، اوكي. لا الكلام ده انا بتكلم على الزيرو، انا بتكلم على السيارات الزيرو. العربيه السنه اللي فاتت اللي كانت ب 420,000 سواء ملاكي او ربع نقل المفروض ترجع لطبيعتها، تمام. وطب ولو الدولار يا ابراهيم ما رجعش ل 30 مثلا، او مثلا بقى ب 40، المفروض السياره تبقى بكام؟ المفروض السياره لو الدولار حتى بقى ب 40 او 45 تبقى من 510,000 ل 570,000 اقصى حاجه في الزيرو، اوكي. من 530 ل 570,000 اقصى حاجه في الزيرو اللي هي اعلى فئه. والعربيات اللي هي الملاكي نفس النظام برضه. طب يا ابراهيم اكيد الدولار هينزل، اكيد الدولار هينزل. وفي فرحه كمان كبيره قوي الناس مش واخده بالها منها. مصر بتنهض، اقسم من رفع السماء مصر بتنهض. انا مش طالع اطبل لحد، مصر بتنهض بجد، ومصر في المقدمه. الايام اللي جايه دي ابشروا 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 يا اهل مصر، ابشروا يا اهل مصر بالخير، ابشروا يا اهل مصر بالخير. يبقى احنا اول حاجه نبشر بايه يا ابراهيم؟ نعمل ايه؟ اولا السيارات اقفوا الشراء خالص مستعمل وجديد. السيارات العربيات اقفوا شراء مستعمل وجديد على ضمانتي. اقفوا شراء السيارات مستعمل وجديد، ما تخلوش حد يستغلكم. في حراميه كتير قوي في مصر. هتقولوا يا ابراهيم طب احنا ذنبنا ايه وفين الرقابه؟ الرقابه دي بقى ليها حساب تاني وليها رواقه كده، ليها جو رايق، نبقى نتكلم في المشوار ده. ولكن اللي بقول لكم عليه دلوقتي اعملوه.
السيارات، اقفوا شراء سيارات الشهر ده والشهر الجاي وتشوفوا ايه اللي هيحصل. اللهم بلغت اللهم فاشهد. والناس اللي هي بتعمل شق اعلاني وطالعين على التواصل الاجتماعي وعمالين يبلبلوا على الدولار هيرفع، دول مش عارف، الناس دي بتخرب في البلد، الناس دي بتخرب في البلد، لان كلامهم ده سبب الخراب. الكلام ده مش صحيح، والله العظيم الكلام ده مش صحيح، والله العظيم والله العظيم والله العظيم. انا هقول لكم حاجه هتستغربوا، واكيد كل الناس هتنتقد فيا بسبب الفيديو ده. احنا اغنى اغنياء الكون، رب العباد اللي قال كده، احنا اغنى اغنياء الكون. لما احنا يا ابراهيم اغنى اغنياء الكون، امال فين فلوسنا وفين اموالنا وفين 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 وفين؟ المشوار ده هنعمل فيه فيديو تاني، وهقول لكم فلوسنا فين، وهقول لكم اموالنا فين، وخير بلدنا فين. ولكن ان شاء الله ان شاء الله باذن الله وبعون الله وبفضل الله عز وجل في نزول، هبوط شديد، هبوط حاد في اسعار السيارات والدولار. انا كلامي هنا واضح، في هبوط حاد في اسعار السيارات والدولار. اللهم بلغت اللهم فاشهد. والى اللقاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اشوفكم في الحلقه القادمه ان شاء الله، وما تبخلوش علينا باللايك والشير عشان يوصل لكم كل جديد. وانا صدقوني يا جماعه مش بقول لكم لايك وشير علشان استفيد، ولكن علشان كل مواطن مصري يستفيد، وعلشان لازم نحب الخير لبعض. حبوا الخير لاخيك يصب عليك. وكل سنه وانتم طيبين وفي رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا لكم.